عرض بنفسك. أقسم بالله عصام عبد الله بن ناس. تكلم بصوت عالي. أقسم بالله عصام عبد الله بن ناس. مهلك. طالب. وين طالب؟ جامعة مصر. كلية التجارة الإلكترونية. عنوان سكن. خلت الفرجان. بالقرب نقطة دالة. وراء معسكر يا معتصم، لماذا تم القبض عليك من قبل كتيبة شهداء أماطين التابع لرئاسة الأركان؟ لماذا تم القبض عليك؟ تم القبض علي بتهمة واحد من عصابة خاطفين واحد مساويين في كندا. بتهمة؟ تهمة في عصابة أنا مضمونة خاطفين واحد بتهمة في كندا. خاطفينه ومساوينه في كندا. هل اختطفوه فعلا؟ خطفناه فعلا. أنت في العصابة هذه؟ أنت عضو في العصابة؟ عضو معه. من معك في العصابة؟ واذكر لنا أعضاء العصابة من هم؟ جهاد. جهاد مني؟ جهاد رئيس الشرطة. من ثاني؟ ومعاه 3 أنفار تاني. 3 أنفار ما أعرفش أسميهم. نفس العصابة نفس المجموعة؟ هذا هو المجموعة. احكي لنا على عملية الخطوة كيف تمت أو كيف بدت الفكرة بتاعها. فكرة يا جهاد قال لي شو رأيك تقول هو صاحبك مع كل واحد. صح، من هو صح؟ مصطفى والي خطفوه. يخطفوه ولا خطفوه؟ اللي خطفوه أنا ما كنتش معه في عملية الخطف. كيف مش معاهم؟ أنت قلت لي تو إنك أنت معاهم بالعصابة نفسها. أنا معه في العصابة لكن في الخطف مش معه. في تنفيذ الخطف نفسه أنت مش معاهم. وأنا مش معه. متأكد؟ متأكد 100%. قال لي شو عملت فيك؟ قلت له أنا قلت له هو صاحبي قصدي أنا ليه قال لي شو برنامج واحد على أساس إنه هو يتسابق عارف مرة واحد هو طلع بيعالج برا عن الأدوية أو بيعالج. من هو أبوه؟ من هو أبوه المخطوف؟ هو مصطفى. ومصطفى شنو اسمه؟ طاهر المهدي. طاهر المهدي. وين يخدم هذا طاهر المهدي؟ كان عقيد صاحب. في صف الجيش ولا كان شرطة؟ صاحب في الجيش. الجيش. كويس لا؟ الأول قال لي مجموعة دينية أنا ما عنديش كلام عليهم. أخوي. بعدين قال لي مجموعة دعمار. إيه. اللي هم أعضاء العصابة هذه. أعضاء العصابة. كويس. قالوا يخطفوا في الاستراحة يا قطع فلاجورة. الولد بعد ما خطفوه، مش خطفوه وين خطفوه الولد قبل؟ خطفوه في الليل قالوا له بوابة. بوابة وهمية يعني. بوابة وهمية يعني. ايه وين قالوا هذه البوابة الوهمية؟ قالوا هذا لما تطلع من شارعهم في السليطة طريق النهر بتاع الخندق. قبل السماح في الخندق بالضبط. النهر. قالوا له بوابة كانوا يراقبوا فيه 3 سيارات. بقى؟ قاعدوا يراقبوا فيه ويطلع في الليل. سألوني عليه قالوا لي يطلع كده ممكن يطلع في الليل شو فيه ديما. هذا ما يوم الكلام هذا أمس صار. هذه في رمضان بالضبط اليوم في رمضان تقريبا هذه في بعد ممكن 8 يوم ولا 9 يوم في رمضان. شهر رمضان المبارك. اللي هو شهر المغفرة والتوبة. صح. وانت تديروا في أعمال ثانية. المهم طلع الولد هو شبحوا سيارة يعرفوا سيارة يشبحوا فيه يسوق. شنو هي سيارة الولد؟ لا سيارة. لا سيارة جيب. بقى؟ طلع الولد بالسيارة قاعد يلحقوا فيه. يلحقوا قايلين له البوابة مجموعة مكتوبة ليش هذا يوم كحلة. البوابة واقفين في نص الطريق على أساس بوابة رسمية يوم السيارات. هم وقفوا الولد هو طلعوا راحوا وقفوا في البوابة عندهم علم ناحية السيارة جاية عندها ناس يسوقوا في النص. وقفوا طلعوا في جردة تويوتا كامري فيها سياراتهم. نزلوا له طول وقفوا لما وقفوا في البوابة نزلوا له من فيها السيارات تويوتا كامري سحبوا عليك الأشنان. هذه الأسلحة اللي استعملوها العصابة في عملية خطف. ما ندريش عليها أي كلاش يعني شيء ما ندريش عليها. أنت شو سبب عدم ذهابك معاهم في أثناء عملية الخطف؟ أنا ما مشيتش معهم. السبب إنه يعرفوا الولد هو يعرفني واحد. ما هو يعرف حتى الثاني، الجزء الثاني إيجابي حتى هو هذا الجهاد هو. نزلوا له من الاثنين. واحد أنت قلت لي تمشي ملتزم. أنا ما مشيتش معهم. السبب يمكن لأن هم ما يبغوش يوروني في الصورة ولا. كيف أنت عضو معاهم في العصابة كيف ما يبغوا يوروك؟ ما هم قالوا لي ما تمشيش معنا. أنا
اطلع منها الموضوع كي قالوا لي. بقى كويس بقى خذ الولد. خذ الولد وشو بيني وش نسمع. وين؟ تجورة. وين تجورة؟ تجورة في الطريق الداخل بتاع الواحد. تطلع من عند زارة تطلع في السنك كي تطلعك على طريق تجورة. تطلع من على طريق الشاحنات. تم اطلاق النار على مصطفى. لا ما ضربوش. تأكد. ما ضربوش على سلاح. تأكد. وين الطرق اللي بعد ما خطفوه؟ رفعوه للاستراحة. وين كان عنوانها وين؟ عنوانها تجورة. لكن بالضبط تقريبا المنطقة بالضبط ما نعرفهاش. اوصف المكان تقريبا حسب ما تعرف انت. تطلع بس طريق الاستراحة الحمراء. داخل يسار. يعني ماشي جهة السوق الأنزار. تمشي يسار بعدين في الفتحة اللي تطلعك على جهة الشارع بتاع الكهرباء. عرفت بالضبط في الجهاز الطرق. في تطلع لها من الشارع الطريق بتاع الديكور بتاع الكهرباء. تكمل خطوة مش مودات ولا تاخذ يسار لأنك ماشي. لكن قالوا لي هي الطريقة هي تطلعك على طريق كوبري الشاحنات بتاع بعد ما رفعوا الولد في المزرعة وين حطوه؟ حطوه في الاستراحة. حطوه مطلوب. حطوه في الاستراحة داخل حبسوه دار سكران. حجز حرية يعني. حبسوه داخل. حبسوه. محبوس. حبسوه. بعدها 3 أيام ولا 4 أيام يوصلوا الملك. شو قالوا لهم؟ قالوا لهم في الأول احنا ولدكم نبغوا منا فلوس وكان أنتم ما تعطوش فلوس. راح ناخذ ولدكم راح نقتلوه. احنا ناس نبغوا ولدكم فلوس. يعني في حال فعلا المالين ما دفعوش الفلوس وبيقتلوا الولد. هم مش حيقتلوه لكن قالوا لي لا مش حيقتلوه. قصدي هددوا بالقتل ولا ما هددوش؟ هددوا بالقتل. إن في حالة ما يجوش الفلوس بيقتلوا مصلحة. ما يجوش الفلوس منهم. فشردت عليهم عايز الفلوس المخطوف. مدريش عليه هو أخوهم. قالوا لي أخوهم اتصلوا بأخوه محمد أول البيت. قالوا له راهو كان ما تعطيناش الفلوس راهو. قداش الخيمة اللي طلبها؟ طلبها بالأول 500,000. نص مليون دينار ميكي. نص مليون دينار. مش هذا رقم كبير هذا؟ هم هيك يطلبوا. في الأول. لكن بعدين قال لا ناخذ كل ورقة نلقط فيه طول عمري ما نقدرش نجيب المبلغ. بعدين قال انا ما فيهاش علاقة بيك ما دخلنيش فيك هذا هو اللي عندي. تشاو تمام سكر عليه. بعدها حوالي 4 أيام أو 5 أيام اتصلوا بي مرة ثانية. قالوا ليش صارت الفلوس؟ قالوا ليش اللي راهو ولدكم راهو فوق مريض راهو عنده يقدر في الصمت. قالوا له راهو فوق مريض واحد يموت مش عارف شو واحد. قال له يا اخوي انا قاعد اضغط فيهم لكن 500,000 ولا ما نقدر نوصلهم لك. قال لك انا طالب نقدر نوصل لك 200,000. بعدين قال قاعد يقولوا هم بايع حتى 200,000 كويسات مش عارف شو. انتوا في بعض تناقشتوا. قاعد يتناقشوا. انت معاهم تتناقش. انا في المشي ما مشيتش معاهم. انا ماشي. في المشي لما هم يتصلوا لانه هم يطلعوا برا. منين برا؟ يطلعوا يمشوا جهات الرجال شو جهات الشعب شو. بس ما ينظموش يعني. ما ينظموش يضربوا في العبادات. واحد ياخذ تليفونات وشغلات. مش يتصلوا بشغلات ناس ثانية. شغلات ناس ثانية. الناس الفاضية عاديين. يتصلوا فيه. بعدين قاعد يقول لا عادي حتى 200,000 كويسات. الواحد انا ما مشيتش معهم في المواضيع هي كلها بتاع الاتصالات والواحد كلها ما طلعتش فيها معه. لكن مشيت المزرعة ولا مشيت في باب؟ مشيت حوالي 3 مرات. في باب مخطوط مصطفى. حوالي 3 مرات. شو تدير غادي تمشي؟ نمشي انا قصدي قاعد. هذا جاتك المناوبة بتاعك الحراسة على المخطوط. مشيت نمشي الصبح ونروح الليل. نمشي العشية ونروح ثاني يوم الصبح. يعني انت قاعد تحرص في المخطوط نفسه؟ قعدت معاهم يعني قريب 3 أيام. معاهم شريك معاهم تحرص في المخطوط لا تمشي نادي ولا انت؟ نمشي نادي الضايع. شفت هذا انت ماشي تخدم بخدمة بتدخل فلوس حراميات بتاع المخطوط نفسه اللي جنبك قدامك فلوسك. بعدها قالوا بعد ما كلموا المكالمة هي 3 ولا 4 كلموا قريب 5 مكالمات. بالضبط. بعدها اتصلوا بي المكالمة الأخيرة هي وقالوا له شو صار قصدي راهو آخر مكالمة هي حتكون قاعدوا يعطوا فيه باليومين. هم كلها مكالمات من قريب 4 ولا 5 مكالمات.
قاعد يتصلوا بي كل مرة يقولوا لي راه بنزيدوك يومين لين المفروض إن الميدانات لأن اتصلوا بي قبل المرة الأخيرة قال لهم مرة فلوس الأقساط ما قالتش كتب الموضوع زي كيف قال لهم قالوا له راه أخوك بيموت إذا كان ما تدفعش الفلوس راه بيموت. وافقوا أهلها أنه بيدفعوا قال الله بيدفعوا فيهم. قداش المبلغ اللي وافقوا أنه بيدفعوه؟ 200. قال وصل 200 قال قداش قاعد فترة حجز المخطوف في المزرعة؟ 17 يوم بالضبط. 17 يوم وهو مخطوف ومحجوزة حويدة راجل محبوس في الأحواز هاي في الزيارة. وافق على المبلغ 200,000 دينار، كيف طريقة التسليم كان؟ كان طريقة التسليم في محطة دواء في مصطفى. قالوا له على اساس على غض موضوع التسليم. قال له امرأة صار مازال 20,000 وقاعد نضرب فيها من الصبح وفرهم. بعدها طلعوا مرة ثانية اتصلوا بي حوالي الساعة 9 الساعة 10 الصبح. لا الساعة 8 الصبح اتصلوا بي قالوا له ايش صار في الفلوس؟ قال له الله كيف ماشي بنجيبها؟ مش عارف وين بيتسلفوا. قال له الله كيف ماشي بنجيبها؟ جابوا. هذا منه هذا محمد المخطوف نفسه يحاول يجمع ال 200,000 يجمع في ال 20,000 على 200 بقى كويس. بعدين اتصلوا بي قالوا له راهو اتصلوا بي المكالمة الأخيرة قال لهم راهو جماعة الفلوس الموضوع زي كذا. قالوا له كان التسليم وين كان التسليم؟ صلاح الدين بالضبط. وين؟ بعد ما تفوت سيمافور في السدرة ولا ماشي في الخندق على اليمين قبل الكهرباء. في شارع غادي في جامع جديد. خش الشارع هذاك في شارع يعني يكون فاضي ما فيه قليل الحركة. الشارع هو يطلعك بالتالي يطلعك جهة مصر. هو الشارع نفسه قليل الحركة فاضي. المهم في نهاية الشارع عندنا اللولو صلاح الدين يكلموا في الراجل. لما كلموا الراجل انا ما كنتش معاه. كلموا الراجل بعدين قالوا له راهو في المكان هو الفلاني. كيف انت قلت كنت معاهم ونزول معاهم صلاح الدين؟ الصبح كنت انا معاهم حطوني في جهه سماح الخندق. بعدين اتصلوا بمخطوف اتصلوا باخوه قالوا له راه المكان فلان كذا كذا. وين المكان؟ كان هو صلاح الدين قلت لك عليه. الشارع نحطهم كيف الشارع يعني في طاقية تراب غالية محطوطة في طاقية تراب. تخش طاقية التراب تتوح الشنطة والطاقية هي. لا هو زي ما قالوا بعدين جوني قالوا حط فعلا الفلوس ولا الطاقية التراب. مازال بعد ما كلموه جوني قالوا لي راهو كلمناه وقلنا له دير هيك تو بيجي الراجل. جوني ركبت معاهم بعدين قعدنا نركبوا فيه. جاي هو الراجل خش الشارع. انت تعرفوه طبعا تعرفوا انت لانه جاب سيارة ثانية. مرة مش هذا كلام الساعة كم تقريبا؟ حوالي الساعة 9 الصباح الصيام. مستغلين الوقت هذا ان الدنيا فاضية. كلموه قالوا له وين؟ قال له كيف طالع؟ قال له 10 دقايق بنكون عندكم في الشارع. جاء خش الشارع ولوح الفلوس. قالوا له خش الشارع طول. قالوا له بسرعة حط الفلوس واطلع. جاء حط فلوس. تشبهوا بيه لما جاي اخوه حط الفلوس. تشبهوا بيه تركبوا بيه ولا حط فلوس. طب هذا محمد مصطفى الطاهر المهدوي شقيق المخطوف. شوفوا فيه تركبوا بيه لما حط الحقيبة. خش الشارع هو نفسه حط الفلوس وطلع. بعدين طلع نزل من سيارته وحط الفلوس الثانية. الفلوس بشيء محطوطات صوص شنطي حطهم عنده ومشابههم بصلاح الدين. وين صلاح الدين؟ صلاح الدين جنب المزين. شنو هو المشي؟ وين مشي؟ المزين جنب المزين بتاعهم. المكان شنو هو اللي مشانه؟ صلاح الدين. حوش مزين بعد السيمافور بتاع صلاح الدين. جلس السيارة غادي فضل الفلوس وركب السيارة وبعدين مشى للحوش. كويس. خش الشارع وخش الحوش. فضل الفلوس دخلها في الحوش. المربوعة بتاعهم. اتصل بينا. شو قال لكم لما اتصل بيكم؟ قلنا تعالوا احنا في الحوش. تعالوا شو بتديروا في الحوش جايين؟ جينا احنا وقسمنا الفلوس. على كم قسمتوهم ال 200,000؟ قسمناهم على 9 أنفار.
اسمهم الفلوس على 9 أنفار ونفسها المرأة وقت الاستراحة كانت بتدور عليها القسمة لأن هي أعطيتنا استراحتها فتلاقي 17 يوم هذا من يطيب بالاكل يجيب فيه المخطوط يجيبوا له جاهز ولا كيف؟ هو يقول لها طيبي لي قصدي كل يوم يقول لها طيبي لي حاجة طيب هي حاجات طيب في بيتها طيب كل شيء ما كنت تعرضها لما تصيب الماكله والله هذيك المخطوط محجوز في ما تنفض فيها وهذه في ما تصحت فيها وهذه كلها ممكن 4 أيام ولا 5 أيام قاعدة مع الغالب بس كويس واخذت نصيب المرأة قسمت معاكم من ضمن ال9 هذول بالضبط هي ضمن ال9 اللي معنا قداش كان نصيب كل واحد منكم؟ 22,000 22,000 دينار 22,000 كل واحد 22,000 دينار بعد ما اخذت كل واحد فلوسه نصيبه من عملية الخطب روحنا بعد ما اشترينا لا شو صار في المخطوط ما اخذت الفلوس مخطوف في السيارات بتاعي البنجية ايه طول عيونه طول ايديه في حمل طلبوه في الطريق وروح نزلوه وين حطوه المكان اللي حطوه فيه؟ حطوه بالضبط جهة الكويت تقريبا شو اسمها المنطقة؟ منطقة الكويت حاجة زي كذا مزارع عادي بعدين زار عيال افتح على جهة بدل بيها حطوه غادي رجل حطوه غادي طلبوه لا واتصلوا بمالي قالوا له ما طلقناه اتصلوا بي هم نفسها في الخطفة اتصلوا بي قالوا لهم بعد ما تسلمونا الفلوس بعدها بساعة ولكم يروح بعد ما اشتريتوه كيف عرفوا مالي انه ودهم بيطلع بيروح؟ اعطوه تليفون في يده اخوه لكن خلوهم ريموت اعطوه تليفون متأكد؟ اعطوه تليفون بيده واخوه ربطوه له ايديه وربطوه له عيونه واخوه هو كذا حطوا له حتى 10 جنيه في جيبه بداية الاستجواب قلت انك انت طالب هل في يوم من الايام اشتغلت في كتيبة شهداء مطين انت؟ هل لك علاقة شخصية أو مهنية بالأخ محمود بعيد الملقب بشريكان واللي هو آمن كتيبة شهداء مطين؟ هل عندك معاه علاقة شخصية أو مهنية سابقة أو حالية؟ متأكد؟ هذه شهادة من دينك قبل ذا الضابط قبل ذا القانون متأكد؟ الفلوس هذا اللي قدامك فلوس شنو؟ هذا الفلوس جزء من قيمة مالية أنتم واخدينها تعرفها القيمة كاملة؟ لا تمام يعني الفلوس حرام تمام شكرا يا أستاذ محمد طب بعد ما عرفت الحقيقة وعرفت أن كتيبة شهداء مطين هذه قامت بمجهود كبير للقبض على هذه العصابة الخطيرة اللي تخطف الناس وتبث الخوف والرعب بين الليبيين. شنو تقييمك تو لكتيبة شهداء مطين؟ والله بارك الله فيهم ناس تخدم الوطن وما قصروش يعني دفعوا منهم شدوا عصابة زي هذه وعرضوا نفسهم للخطر من أجل الناس ومن أجل المواطن فيعني بارك الله فيهم وهذه الناس الوطنية ما شاء الله خير طب أنت بلغناك أن بإذن الله تستلم جزء من قيمة الفدية المالية اللي هي 200,000 اللي شديناها عند العصابة. هذا مبلغ 60,000 دينار لنقولي كتيبة محمود ملقب بشريكان بارك الله فيكم يرحمكم دائما الله إن شاء الله عليك يا الله إن شاء الله خير وبركة. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا بابا؟ كويس. اسمك؟ صلاح. وين تسكن يا صلاح؟ خالد برجان. مهنتك؟ طالب. وين طالب؟ من الدراسة. تمام كويس. يا صلاح احكي لنا شو صار لك وشو تعرضت انت؟ يكون طالع عن المالية. نعم. يعني جاني تليفون. من وين التليفون جاك؟ من أخبار.
أقارب ليك. قال لي بقى كويس. تمام. إيه. بعد ثاني وصلتهم وليا وقعد يستنوا فيا. يستنوا فيا تعال وين مكانك؟ غيرت اتجاه ساري. بعد جيت الطريق الثانية لقيت في سيارة ظلمة الطريق اللي قلت أنا. شرية السيارة الظلمة. شغلات كروز. لونها. بيض ظلمة كحل. واربع شهر. لا جاي من الشارع اللي قلت عليه. كويس بقى. بعد تالي هي جاية لقيت الأقارب بتاعي. إيه. جيت وقلت لهم في شيء قالوا ما في شيء. تمام. ننزل جيب مية. إيه. جبت المية تشبه فيها ترى شغلات. إيه. بعد نزلت المية تتبعنا. يعني قصدك الشغلات الكروس هي ترى خفيف. تراقب فيها. تأكد. زي بتاع تمم علي هو أشبهه. بقى. بعد نزلت جبت المية. إيه. بعدين ركبت في السيارة طلعت هيك شوية قدام بعدين قالوا لي خلاص تمام. أنا كيف ندور جت شغلات تسكر علي. إيه. قدمت لقدام وقفت ما قدرت كيف تسكر علي. إيه. بعدين شوية أنا كيف قدمت هيك ما شبعت خليتهم وراي. بعد وراي قلت منهم واحد ساح علي المسدس. وين جاك في السيارة ولا برا جاك؟ لا نزل من السيارة قاعد من قدام. قاعد بحدها جنب السيارة. يعني افتح الباب اللي جنبك وركبوا معك انت في السيارة. ركبوا معي هنا في ايه السيارة. ايه. شوية حط المسدس بجنبي وقاعد يقول لي اوقف ما تتحركش. قلت له باي علاش انا الحركات هي واحد. شوية يقول لي صح بركب. بعد يقول لي صح بركب لفت هو على اليمين انا طلعت بالسيارة. طلعت بالسيارة طلعت بيه شوية وش اسمه قام المانو بعد قام فرينه وقفت السيارة تدور السيارة في نص القطرة. بعد وقفت السيارة ضربت عليه حركة. بعد ضربته نزل المسدس طاح منه خذيت المفتاح شدني مرة ثانية بيدي. جيت ضربته مرة ثانية ونزلت من السيارة. بعد نزلت من السيارة صاحب هذا اللي يقول لا وعندك فلاش يمشي يسلك عليه وقاعد يضرب بالمليان يضرب الحمد لله نصيب مربي ما جاش فيها صح الحمد لله. شوف بعد ذلك قعدوا سنسبة يستدرجوا قعدوا يفتشوا في السيارات هذا اللي ضربته يفتشوا في السيارة خذ مني القاري خذ مني الماي فاي وخذ وراك السيارة واحد شيء ما رفعش السيارة. لا ما رفعش قاعد يفتش فيها السيارة. يفتح الكوفي واحد يطلع بعد ذلك ابو اصحابه وشخص دور بعد ذلك اني اتصلت بولدي لا ولدي جيت لحد سيارتي وروحت الحوش. وبعد ذلك ثاني يوم الصبح قعدت تجي شغلات ثانية. وفي شوكولاتة. شغلات دكتور. لونها حتى هي. لونها بيضاء. ايه. شبحها عمي هو كيف روح في الصلاة ضيقاتها. ضيقاتها يحسبوه ابوي. وين شوف جيت حجو؟ لا على الرئيس. شاشة الحوش. باي ابوي ضيقوه عمي هرب منه. خش للشام. طلع عمي بعدين طلع كلمني عن الحكاية عن العدد ايام بعدين روح لحاجة. بعدين قعد ضايق بعدين فترة خلاص فترة بتاع شهرين مع صدايق معناها هديت بضاعة شيء بعدين فترة هي الوقت هو جت كامري بيضة كامري بيضة مضمة فيها طرقات لكن شو دايرين الطرقات؟ طرقات مسكرينهم وشو اسمه وحطيتهم من قدام الطرق من قدام دايرينها وشاح تمنوين بيدرجوها يعني ليمي دايرينها وشاح ليمي والخلفية معوجينها فوق جت لي وقفت لي كيف ندور شبه الحوش ما وصلتش وصلت نص الحواس ودور اتجاه الرئيس طلعت هذاك الوقت بعد هي جت وطلعت شوية شبحوني فتحوا لي جنب الصوت فتح الرش إن شاء الله أعلم قال له هو حاجة مشي شوية دورت الكامري ولدت لي بعد ولدت لي الكامري قالت توقف قدام الحوش شدت الباب رجعت خطوة للسكرج ودورت بحذاي هيك بتاع متر بيناتنا بس حوش الباب ولا شيء دوروا جنبي لين خشيت سكرت الباب قعد هو يبين الكلاكس ما دورتاش شوية وشوية ثاني يوم ما جاوش ثالث يوم جت سنة خاصية ثلاث أنفار سرفة ولا عادية؟ سرفة بلاس اليوم بعد مسرفة جت مغلطة قالت أبوي يطلع يعني كنت خارج الحوش بعد هي جت شيء أبوي فتح الباب قام يفضل طلقوا على الباب طبعا أبوي ما مشي فتح الباب قام يفضل قال لكم الحوش العربي على أساس غلطين بالحوش على أساس غلطين في الحوش وسيارات مغلطة قاعد يبقوا قالوا ناخذوا منها الأوراق ناخذين منها السيارة شيء أبوي
فاثناء الحديث قاعد يقول يا صلاح، قاعد يطبق علي شيء. هو صاحب هذا اللي قاعد جنبه قال له فتش لقطه ما يقول لقطه واحد بعد صار واحد قال له يا قال لي صاحبه قال له ولع السياره وطلعوا طلعوا ثالث يوم شو اسمه وانا هي بعد طلع شو اسمه خفف ما عاد سمعنا شيء بعد سمعنا ان طبوه بيك واحد شفتوه سمع مشكله ثانيه وشو اسمه معناها ماشي صار ما اشكاليه. قول يا صلاح تسمع بان الجهاد هذا يدعي ويدعي شخصيا انه هو من كتيبه ثوار مصراته ما ثوار مصراته وانه هو يخدم مع محمود بعيد شريخان. سامع بالدوا هذه يا صلاح في المنطقه اللي تدور في المنطقه واحد الحديث اللي في الشارع حديث في واحد يقول احنا تبع مصراته وهم معناها تبع كتيبه حاجه هيك معناها حمايه فهمت كيف ولا داخل المنطقه اللي هم الاطراف على خاطر حتى بعد يدور مشاكل واحد ما يسمع على اساس ان هم من ثوار مصراته. ايوه وان هم يخدموا مع محمود بعيد شريخان. تمام. شاهد اذا تعرف هذا وين يخدم حقيقه وين يخدم؟ عندك اي فكره عليه؟ لا ما نعرفش لكن يقولوا انه مصراته. تمام بارك الله فيك الله يرحم والديك. شكرا بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. عرض بنفسك لو سمحت. عمار. نعم. عمر من تسكن؟ خالد الفرجة. عمر على جد قدمت بلاغ وشكوى ضد ناس قاموا بإشهار سلاح عليك. والله أنا طالع من الحوش. نعم. تعرضوا لي زوج ظفار. تعرضوا لي ظفار بسبب أنا امرأة، أنا وابن امرأة. شنو الامرأة هذه؟ كانها مشاجرة ولا شنو جابتك وشنو يعني؟ طيب مشاجرة هي على سيارة. كيف على سيارة؟ أنا طالع من الشارع وهي جاية عندي في الشارع. وأنا طريق لي. قالت لي تمشي على اليسار، أنا طريق قال لي نمشي من الطريق أنت تروحي منها. يعني مخالفة مرورية هي القصة مع المرأة. مش حاجة ثانية كبيرة. لا. كويس. فشنو علاقة أفراد العصابة؟ شنو علاقتهم بالبنت هذه؟ والله العظيم أنا شنو صار؟ أول ما صار الكلام في السيارة ونزلت لي البنت قالت لي والله ما ماشي، عندي جود تريس يوروه. خلاص دار التليفون وانا وخرت السياره ومشيت لحوشي. كويس. بربع ساعه جوني داروا لي مشاجره قدام حوشي. كيف داروا لي مشاجره؟ احكي لي. سحبوا علي مظنون ومسدس. ام المراه هذه البنت جو رجال الحوش بتاعي تهجموا علي داخل الحوش. لا كل دقيقه بس قبل يجوك الحوش لما اشهر عليك معتصم مجنون. شنو قالوا لك؟ شنو عرفوا بروحهم اول ما يشوفوا الاسلوب؟ قالوا لي هذه بنت عمي وبنت شاري. هاي قال لك هذه مصراتي من ثوار قال لي انا تبع كتاب مصراتها. اصبر. قال لي هي اركب معنا بالسياره. قال لك اسمه شريخان؟ لا. قال لك احنا من كتاب مصراتها؟ قال لي احنا من كتاب مصراتها. وقال لي انا تبع الدين. لا هي خلاص. وبعدين شو صار؟ وبعدين مشيت بعد سكروا علي الحوش وتعرضوا لي. نقصت من الحيط. مشيت لمركز الاطباء. حليت محضر. تحت محضر غالي. تحت محضر. كويس. فيقول يا عمر من اللي جاك هذيك في الحوش يقول ما بيكلاش على سيارتك؟ والله انا مش قاعد في الحوش. انا طلعت في المركز. في الشرطه ذكويه. في المركز. فقالوا لك الناس ان في حد جاي يحوشك. جاني. شو قال؟ اتصل فيك؟ قال لي جبت سياره كحله بيضاء. كحله بيضاء؟ تاكسي يعني؟ خش نقص داخل. شنو هي سياره تاكسي؟ ما قالكش شنو هي؟ لا والله ما قاليش. بقى كويس. شنو قال لك ايه؟ جبت التاكسي؟ وقال لي رماه خش الحوش رماه وطلع. يعني رصاص قصده بيمسك ولا كيف بيبني هو؟ والله هو حتى لو كان حد داخل الله مانيش عارف جاء خش رماه طلع هو. عشوائي ما كان. تمام ما شاء الله. رماه في السياره 12 طلقه من 8 والباقي كله في الحوش. السياره شنو سيارتك؟ سيارتي شيفروليه. رمي عليها رصاص. يعني تو سياره مضروره السياره. تمام بارك الله فيك. هل تعرفون الناس هذو قبل معتصم الجهاد هذو؟ لا نعرف الجهاد عنده محل بس. ونمشوا له مره ناخذ لنا بدقان ونمشوا ناخذ لنا ضوء. يعني نعرف الزباين محل. زباين محل. في بينكم اي عداوه اي مشكله؟ ابدا. ما فيش بينكم اي حاجه؟ لا. هل عندك عداوه هنا مع كتايب ثوار مصراته؟ لا. متواجدين في معسكر يرموك؟ لا.
ما عندكش اي مشكله معاهم؟ ابدا. انت لما صارت الرمي على سيارتك ايه قلت لنا جدوا هنا جدوا يرموك، ايه صح ولا؟ إيه. وطلعوا معاك قوه من كتائب مصرات. ايه وشدوا جهاد وشدوا تمام. اللي هي كتيبه شهداء المطين. بيمن الاخ محمود بعيد شريخان. هنجوكم غادي وقبضوا على جهاد والمعصم. ها؟ خذوا لك حقك يعني الحمد لله. الحمد لله. تمام بارك الله فيك. الله يرحم والديك. شكرا جزيلا ليك يا اخوي.